ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض صينيه القنبله. جلاش عادي لكن هنحشيه جبنه وهنعمله وش بيتزا بطريقه حلوه جدا. حضرت لفه الجلاش نص كيلو. سيحت طبعا سمنه وحطيت عليها زيت. هبدا ادهن الاطراف والصينيه زي ما انتم شايفين كده. هي طبعا الصينيه دي مش هيلزق فيها حاجه بس احتياطي. رصيت كذا طبقة، ما بين الطبقة والتانية بندهن، كلنا عارفين حاجة زي كده بسيطة جدا. حبيت بس أشاركها معاكم لأنها حلوة جدا، لازم تجربوها. طبعا أنا كنت محضرة اللحمة أصلا، معصجاها وجبت كيس الموزاريلا. هبدأ يعني مش هنأفور في الكمية بس نحط كمية حلوة. وهبدأ بقى اغلف بقى الصينية كويس. طبعا ما ننساش ندهن ما بين كل طبقة والتانية علشان يبقى هو مورق كده ويبقى طري من جوه، ما يبقاش ناشف او كده، وطبعا يستوي كويس. هبدأ اقطعها معاكم. قطعتها مكعبات كده، مربعات صغيرة. كده بقى حضرت معاكم شوب لبن، كوباية لبن، وبيضاية ومرقة دجاج وفلفل اسمر طبعا زي ما انتم شايفين. حطيت الفلفل الاسمر على اللبن وواحدة الماجي زي ما انتم شايفين كده. هنقلبهم كويس، هنخلطهم كويس مع البيضاية زي ما انتم شايفين كده. نخلطهم كويس، هضيف البيضاية ليهم. المشكلة بس ان اللبن معايا كان سخن شوية و... هنخلطه كويس زي ما انتم شايفين كده. بقى ابدا اوزعها كده. اتاكد ان كل جزء وصله من الخلطة دي، لان الخلطة دي بتساعد على سوا الجلاش بالذات، يعني بيبقى محتاج يكون مسقي كويس. سبتها شوية، اول ما بقى شكلها كده دخلتها الفرن. اول ما لقيت اني من تحت ابتدت تحمر، خلاص استوت وابتدت تحمر، هروح ضايفة زي ما انتم شايفين كده. حضرت شوية زيتون و... والجبنة بقى هبدأ اوزعها كده على كل مربع انا قطعته، واحط حبة موتزاريلا كده على الوش. حلوة جدا يعني، لو عملتيها لضيوف او كده بجد جميلة، وصفة سهلة خالص وطعمة يعني معاكي، شكلها لذيذ جدا. لما تتحط في وسط السفرة كده بجد شكلها لذيذ جدا. كده انا عملت الصينية كلها. هبدأ اضيف بقى الزيتون. ممكن تكتري اكتر من كده، يعني مثلا انا هحط قطعتين زيتون على على كل قطعة. ممكن انتي تكتري وممكن ما تحطيش الزيتون، بس الاولاد يعني او مش بيبقى ليهم مزاج ليه، اصلا بيشيلوه يعني مش بيبقى كويس يعني. في اطفال مش بتحبه او الاولاد يعني عامة. كده هي اول ما خرجت من الفرن معايا انا هسيبها ترتاح شوية، وهقطعها معاكم برضو زي ما انتم شايفين كده. هي كده هديت بس برضو مش قوي، مش قادرة المسها. حقيقي هتعجبكم، ما تنسوش تجربوها وما تنسوش تدعموني بلايك، مشاركة، تعليق حلو منكم حتى، وبقبل النقد عادي. كنت معاكم إسراء خالد، مع السلامة.